إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من نفسه وعقابه، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: ويحذركم الله نفسه، في غير ما آية من كتاب الله يقول الله عز وجل فيها بالنص: ويحذركم الله نفسه. وأخبر جل وعلا أنه سبحانه ينتقم من الظالمين، وأنه إذا شاء أن يعذب أهل الأرض عذبهم. قال سبحانه وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. وهكذا عباد الله ذكر الله عز وجل عن نفسه أنه شديد العقاب، وأنه أيضا غفور رحيم. اعلموا أن الله غفور رحيم، وأن الله شديد العقاب. ولكن الناس عباد الله بما فيهم نحن أخذنا بشطر الآية وتركنا شطرها، ركنا إلى قوله غفور رحيم ونسينا شديد العقاب، فركن الناس إلى هذا وأمنوا من هذا، أمنوا من عذاب الله وأمنوا من عقاب الله، وركنوا على رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا عباد الله نقص فيما تعلق بعدم الخوف من الله عز وجل. ولهذا كثرت الذنوب والمعاصي في أوساط أمة الإسلام بأنواعها وأصنافها. أشرك بالله تبارك وتعالى بنوعيه، وقع الناس في الهرج وهو القتل يا عباد الله، وقع الناس أيضا في الزنا والربا، وهكذا أكل أموال اليتامى وسائر الذنوب
والمعاصي التي يقترفها الناس في الليل والنهار. كل هذا عباد الله أمنا من مكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنه لا يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر الله عز وجل تعذيبه لمن مضى قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم من بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ما الذي يأمنهم؟ ما الذي يؤمنهم وهم يعصون الله في الليل والنهار والسر والجهار؟ ما الذي يؤمنهم من عذاب الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أن يأتيهم في الليل وهم نائمون في بيوتهم وعلى فرشهم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الذنوب والمعاصي هي سبب النقم وسبب العذاب والدمار، وهي التي تغير على الناس حياتهم. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، ومنه قصة نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام مع زوجته حين أكلا من الشجرة. هذه معصية عباد الله، ولكنها معصية غفرها الله لآدم صلوات الله عليه. تاب آدم منها فتاب الله عليه. ولكن انظروا إلى العواقب عباد الله، وانظروا إلى ماذا تجريه الذنوب والمعاصي، وإلى ما تغير على الناس أحوالهم وحياتهم ومعاشهم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان نبي الله آدم صلوات الله عليه يترعرع في جنة الله التي قال الله عز وجل له: إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حياة سعيدة، حياة عظيمة. ولكن الله تعالى نهاه عن أكله من الشجرة. أحل الله له جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة، وكان منه أن أكل منها عليه السلام. بوسوسة الشيطان وبخداع الشيطان قال: يا آدم هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الشجرة من أكلها خلد في الجنة وملك ملكا لا يبلى. فلما أكلا منها مع زوجته فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، كان أول ما تغير عليهما أن سقطت ألبستهما من على ظهورهما حتى كشفت سوآتهما، فجعلا يخصفان على أنفسهما من أوراق الجنة ليسترا عوراتهما. ثم بعد ذلك عباد الله تتغير الأمور وتتغير الأحوال، فيأمر الله عز وجل آدم أن يهبط من الجنة وأن ينزل عنها إلى أين؟ إلى الدنيا التي هي دار البلاء ودار النكد. فخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الدنيا، مع أن آدم يا عباد الله قال الله عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال آدم وزوجه عليهما السلام بكل يقين واعتراف وتوبة ورجوع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
فقبل الله عز وجل توبة آدم وتوبة زوجته عليهما السلام، ولكن المعصية تغير، فغير من حالهم وغير مسكنهم إلى ما سمعتم عباد الله. ثم يوم القيامة أيضا يخاف آدم صلوات الله عليه من هذه المعصية أشد الخوف، من هذه المعصية أشد الخوف، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه حين يقال له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد الملائكة لك، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فماذا يقول آدم يا عباد الله؟ ماذا يقول آدم؟ إنها لا زالت تدوي في رأسه تلك المعصية التي أخبر الله أنه تاب منها وقبل توبته. فقال آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده مثله قط، وإني عصيت الله فأكلت من الشجرة وقد نهان، نفسي 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 اعمدوا إلى غيري. تخيلوا عباد الله إلى هذا الخوف والفزع من هذه المعصية يا عباد الله، فأين خوفنا من الذنوب التي نعملها في الليل والنهار أكبر من هذه بكثير؟ أين خوفنا منها عباد الله؟ وهكذا حين يسأل آدم أن يستفتح للناس الجنة حين يجدونها مغلقة يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، إلا خطيئة أبيكم. هكذا عباد الله يخاف من هذه المعصية التي وقعت منه عليه السلام. هذا لعلمهم بخطر الذنوب والمعاصي وما تجلب من الضراء في الدنيا والأخرى. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا لما عصى إبليس ربه تعالى خسف الله صورته في أقبح صورة وخسف باطنه في أقبح باطن، ولعنه الله وطرده من رحمته وأخرجه من الجنة وأنزله من مكانه الذي كان فيه. هذا بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب امتناعه عن سجدة يسجدها، أبى أن يسجد طاعة لله وتشريفا لآدم صلوات الله عليه، فكان الناتج والعاقبة يا عباد الله أن الله لعنه وطرده من رحمته. فكيف بمن يترك السجدات؟ كيف بمن يترك الصلوات؟ كيف بمن يترك الجماعات إذا كانت هذه عقوبة من ترك سجدة واحدة عباد الله؟ لما قتل ابني آدم أحدهما الآخر كانت العاقبة يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. تخيلوا عباد الله منذ ذلك التاريخ من بعد آدم عليه السلام آلاف السنين وما تقتل نفس في هذه الأرض إلا وقع على ذلك الرجل على ابن آدم الأول نصيب من دمها لأنه أول من سن القتل. أيها المسلمون عباد الله، هذه عاقبة الذنوب والمعاصي التي يفعلها الناس ويقترفها الناس وتساهلوا بها في هذه الأزمان. معاشر المسلمين عباد الله، ذكر الله عن الأمم السالفة والماضية وأن سبب هلاكها ودمارها هي معصية الله، هي الذنوب والمعاصي التي اقترفوها وجنوها. قال الله عز وجل عن قوم نوح عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان. أرسل الله تبارك وتعالى عليهم تلك المياه التي نزلت من السماء وفجرت من الأرض حتى علت المياه إلى قمم الجبال بسبب الذنوب،
بسبب معصيتهم لنوح عليه الصلاة والسلام وشركهم بالله تبارك وتعالى. ما هو السبب يا عباد الله في إهلاك قوم عاد بالريح العقيم، وإهلاك قوم ثمود بالصيحة أخذتهم وهم جاثمين؟ ما سبب هلاك تلك القرية اللوطية التي حملت إلى السماوات أو قرب السماوات ثم قلبت أعلاها أسفلها وأسقطت وأمطرت عليها حجارة من سجيل، حجارة من النار؟ بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب الذنوب والمعاصي. ما هو السبب يا عباد الله؟ أن الله حول هذه الأمطار إلى نار تحرق، أمطرها على قوم شعيب. قال الله تبارك وتعالى: عذاب يوم، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظلة أظلتهم السحاب وظنوا أنها تسقيهم، أنها غيثهم، فإذا بهم يفاجؤون أنها تمطر نار تحرقهم عن آخرهم وتحرق بلادهم ومزارعهم عباد الله. وهكذا سائر الأمم، فما أهلكها الله إلا بسبب الذنوب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يقل الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فيا عباد الله، علينا أن نعتبر بمن مضى وأن لا نكون عبرة لغيرنا. عباد الله، علينا أن نترك الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن نتوب إلى الله حتى لا يقع بنا ما وقع بهم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتبوك في بلاد تقرب من بلاد الشام، قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم أو إنكم تمرون بديار الذين غضب الله عليهم فلا تمروها وأنتم تضحكون، وإنما مروها وأنتم تبكون حتى لا يصيبكم ما أصابهم. أمر الله نبيه أن يأمر أصحابه إذا مروا بتلك الديار، وهي ديار قوم لوط عليه السلام، أن يمروها معتبرين باكين متضرعين. لماذا يا رسول الله؟ قال: أن يصيبكم ما أصابهم. خاف أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك إن لم يعتبروا وإن لم يدكروا بمن مضى من تلك الأمم، وذلك العذاب الذي حل فيهم. ألا فيا عباد الله، ما نسمعه في هذه الأزمان وما سمعتم به في بلاد الإسلام اليوم من كثرة الزلازل التي أهلكت ودمرت وأماتت وخربت وقلبت على الناس معايشهم، هذا كله عباد الله ليست كوارث طبيعية، بل إنه عذاب الله، بل إنه عقاب الله، بل إنها آيات الله التي قال عنها جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات حين يرسلها ربنا إلينا أو إلى غيرنا من أبناء جلدتنا فإنها نذارة عباد الله بترك الذنوب، نذارة بعقاب الله لمن أذنب، لمن عصى الله.
لمن وقع في الذنوب والمعاصي. كيف لا عباد الله وقد اقتربنا من الساعة ونحن آخر الأمم ودنونا من قيام الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان تكثر الفتن، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل حتى يقبض العلم، أي يقل العلماء ويقل حفاظ القرآن وحفاظ السنة. قال عليه الصلاة والسلام: وتكثر الزلازل. فإذا كثرت الزلازل عباد الله دل على وجود ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وتكثر الفتن ويكثر القتل والقتال ويكثر الهرج، وهو القتل والقتال. لما كثر القتل والقتال بين المسلمين وسار الناس يفني بعضهم بعضا من أجل حطام الدنيا، أرسل الله تبارك وتعالى مثل هذه الآيات ومثل هذه النذارات، نذير عباد الله أن نغير من أحوالنا، نذير أن نتوب إلى الله من ذنوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس على عهده خرج خائفا مرعوبا عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه، فجعل يمشي يجره لا يدري بردائه. فلما قام في الناس صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة قال الصحابي: ما علمت أطول منها قط. قال: ثم قام فينا خطيبا فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان. لماذا تخسف وتكسف؟ قال: يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فأين خوفنا من الله؟ أين خوفنا من عقاب الله؟ أولئك الناس يا عباد الله في بلاد تركيا وفي بلاد سوريا أخذوا وبعضهم نائمين وبعضهم كان معتكفا على الذنوب والمعاصي، فما حالهم عباد الله؟ وكيف مآلهم وما خاتمة أعمالهم حين أخذوا عن غرة وهم غافلون؟ فيا عباد الله، ما الذي يمنع وقوعها هناك؟ أن تقع هنا بسبب الذنوب والمعاصي، وقد وقعت في أزمنة مضت وفي أيام سالفة عباد الله. في بلادنا في اليمن وقعت زلازل وأهلكت ودمرت وقتلت المئات بل الآلاف من الناس، وكل ذلك عظة عباد الله، عظة وعبرة لنا أن نترك الذنوب والمعاصي التي هي سبب تغيير على الناس معاشهم وحياتهم. عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إنها والله آيات تشيب منها الرؤوس. وقد حدثنا من رأى تلك الزلازل التي وقعت في بلادنا اليمن في التسعينات، حدثونا عن رجل لما رأى ذلك المنظر ورأى تلك البلاد وهي تقلب آخرها وهي تقلب أعلاها أسفلها، والغبار يخرج من بين منازلها، والدواب تصيح والكلاب تعوي، ويظهر للناس الصياح والعويل، جعل ينظر إلى قريته وينظر في حالهم وينظر فيما هم فيه، فتحول عباد الله من ذلك الشاب إلى شيبة ليس في رأسه شعرة سوداء. هذا هول عظيم، هذا هول مخيف. فأين خوفنا عباد الله؟ أين خوفنا من عقاب الله؟ أين خوفنا من عذاب الله الذي قال عن نفسه: ويحذركم الله نفسه؟ هل ذكرت عبد الله حين أقدمت على الذنب وعلى المعصية أن الله يغار، أن الله تعالى يغار، أن الله يغضب، أن الله تعالى شديد العقاب؟ فيا عباد الله، يكفينا إلى هنا. ينبغي أن نأخذ العظة والعبرة وأن نتوب من ذنوبنا، وما منا إلا مذنب، ولكن ليس العيب في الذنب وإنما العيب في الاستمرار، العيب في عدم العودة والتوبة إلى الله. فلنتب إلى الله عباد الله من تركنا للصلوات
وتأخرنا عن الجماعات، ومن كذلك عقوقنا للوالدين وقطعنا للأرحام وسائر الذنوب والمعاصي. كلنا مذنب، فأين التوبة يا عباد الله؟ إذا لم نتب في مثل هذه الآيات فمتى نتوب إذن؟ أحتى يفجعنا ما فجاهم؟ أحتى نقع فيما وقعوا فيه والعياذ بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت تلك المرأة الصالحة وهي زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في الناس، إذا كثرت الذنوب، إذا كثرت المعاصي، حل الهلاك والدمار والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها. اللهم انج إخواننا في تركيا وسوريا، اللهم أنج من كان حيا منهم تحت الأنقاض. اللهم الطف بهم يا حي يا قيوم، وبسائر المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر يا ربنا من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بدولة اليهود أمريكا، وعليك بدولة اليهود إسرائيل، وعليك بأمريكا دمرهم الله، وسائر الصليبيين والملحدين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.